السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير 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 من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. يلا بقى نشوف النهاردة هنعمل غدانا ايه البسيط ده. يلا بينا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. يلا بينا. اول حاجة بقى يا حبيبتي، علقت على مية غليت اهيا. اقوم ساقطة بقى الفراخ، اسقطها اول ما المية ما تغلي على طول. انا مقطعة فراخ، مقطعاها اهيا 8 قطع اهون. اسقطها وغسلاها ومنضفاها اهي، مخليها زي الفل اهي. وهحط لها بقى البصلايه والورق لوري والحبهان والحاجه بتاعتها، هجهزها وارجع تاني نحطها مع بعض كده اهو زي ما انا سقطها معاكم. رحت جبت بصلايه صغيره كده وقطعتها هي، قسمتها كده 4. وهحط بقى ملح وكزبره ناشفه وفلفل اسود ورق لوري وحبهان وبهارات لحم، شويه كمون اهو قدامكم اهو اهو. عايزه تحطي طماطمايه تخلي لك الشوربه تحفه، عايزه تحطي جزرايه تخلي لك الشوربه تحفه وتحفه. والله انا هروح اجيب جزرايه واحطها معاكم، وطماطميه صغيره كده اهو. اروح اجيب واجي اهو. رجعت لكم تاني، كل ده انا لسه ما غطيتش الحل اهي. جبت طماطميه قطعتها 4 كده وجزرايه. ليه انا قطعتها بالخرط الصغيره دي؟ لان القطايه لقيتها عندي جامده فهتاخد سوا، مش هتستوي بسرعه. والجزرايه قطعتها خرط صغيره عشان تستوي معايا بسرعه، عشان انتوا عارفين الجزر مش هيستوي معايا بسرعه زي الايه، زي الفراخ اهي. اغطي عليها بقى واسيبها بقى واكمرها. اجي بقى هنا يا حبايبي بقى، انا سلقت الفراخ حطاها تتسلق. هنا بقى انا نقع بقالي ساعه اهون شويه فاصوليا ناشفين. هاخد اهون الحاجه واروح بيها اعلق عليها على البوتاجاز اهي، على البوتاجاز اهي تغلي على البوتاجاز اهي. وانا نقعاها بقالي ساعه فهي مش هتاخد معايا حاجه، عشان انا نقعاها فهتستوي معايا بسرعه. فانا حطيتها اهو نص كيلو، علقت عليهم هم عشان اسلقهم كده اهو يا حبايبي اهي. فاصوليا اهي استوت، استلقت اهي، كفايه عليها كده. هنشيلها بقى عشان تكمل سواها في قلب الايه، في قلب الشوربه، في قلب الصلصه بالشوربه كده يعني. هشيلها بقى من على النار واصفيها. انا بقى يا حبايبي كده يا حبايبي بقى هقلي. حطيت الماده الدهنيه اهي، اعمل بقى البصلايه اهي واقلب كده على طول. واحط بعدها على طول التوميه اهي واقلب برضو. وكفايه عليها كده بقى. هقوم حاطه الايه، الصلصه القوطه. وكده اهو يا حبايبي سقطت القوطه بتاعتي اهي وغليت. اروح اجيب بقى الفاصوليا اللي انا صفيتها واحطها فيها يا حبيبتي. متنسيش لو وصلت معايا لحد هنا تشتركي معايا في القناه وتدعميني وتكتبي لي كومنت حلو كده وتدعي لي دعوه حلوه كده من القلب اهو يا حبايبي. سقطت بقى الفاصوليا بتاعتي اهي. اتبلها بقى، مش انا هسقيها شوربه، بس مش هسقيها شوربه دلوقتي، هسيبها الاول تتشرب من طعم الصلصه وبعد كده اسقيها شوربه. فانا دلوقتي هعمل لها احط لها التتبيله بتاعتها. وكده بقى يا حبايبي احط له التتبيله بتاعته اهي. ملح وفلفل، كزبره ناشفه، وبهارات لحم اللي هي 7 بهارات، وايه ومكعب ماجي اهو. اقلبهم بقى كله كده مع بعضه. وانا دلوقتي مش زي ما اتفقت معاكم، مش هحط لها شوربه دلوقتي. انا هسيبها دلوقتي وكمان ايه تتشرب وبعد كده احط لها شوربه. بس ما تنساهاش عشان ما تتلسعش وتتحرق منك وتنشف. لا هحط لها بس اما تغلي كمان غلوتين كده. يلا بقى نخش نعمل لسان عصفور اهو يا حبايبي. لسان العصفور طبعا اللي متابعني عارف ان انا بعمله من غير اي مواد دهنيه اهو. بحمره بالشكل ده كده طول ما انا واقفه. ما ينفعش اشيل المعلقه خالص عشان كله ياخد لون واحد، ما تبقاش واحده محروقه وواحده غامقه وواحده فاتحه، لا اهو يا حبايبي. وطعمه جميل وتحفه واكلك صحي اهو يا حبايبي كده.
هو لسه برضو ما وصلش معايا للون اللي انا عايزاه، فانا هسيبه برضو كمان شويه اهو. عماله اقلب معاكم اهو. كده بقى يا حبايبي اهو. رجعت تاني للفاصوليا اهي بعد ما سبتها 10 دقايق كده تاخد وتدي مع الصلصه اهي. احط لها بقى الشوربه بتاعتنا اهي الجميله يا جماعه، اللي حطينا لها الجزر والقوطه والحاجه اهي. الشوربه بتاعتنا اهي حطيت لها مغرفتين، هما 3 مغارف 4، حطيت لها 4 مغارف شوربه اهي يا حبايبي. وكده هي استوت. هي اصلا ما بتاخدش معانا سوا، ساعه ما سلقناها خلاص ما بتاخدش سوا تاني اهي. وغطي عليها واسيبها كده الفاصوليا. اجي بقى للسان العصفور اهو. لسان العصفور اهو، شايفه اللون الجميل ده اهو. هتشوفيه احلى واحلى كمان لما يستوي اهو. انا هسيبه الاول يتشرب بشويه الايه الشوربه دول، وبعدين احط له الشوربه التانية بتاعه الايه بتاعه الفراخ اللي انا عاملاها معاكم الجميله دي اهي. كده يا حبايبي يكون خلصت الفيديو بتاعنا بتاع النهارده والغدا بتاعنا الجميل ده. متنسيش يا حبيبتي لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب. باي باي.